ايه رأيكم تيجوا نعمل خيار مخلل في نص ساعة؟ هيخلص اوام وبجد طعمه هيعجبكم قوي للناس اللي بتحب الخيار المخلل. تعالوا يلا اقول لكم الطريقة. هنكون مجهزين خيار على حسب الكمية اللي انتوا عايزينها. لو عايزين تجربوا الاول في كمية قليلة، بصوا انا بقسمه كده نصين، وبقسمه بعد ما بقسمه بقطعه برضو بالنص. لو عايزينه ياخد اقل من نص ساعة ممكن تقطعوه اصغر من كده كمان، هيخلص معاكم في اقل من نص ساعة. بعد كده بعد ما خلاص قطعته هنزل عليه بمعلقه. انا هنا حطيت معلقه صغيره من الملح، بس لا، هو محتاج معلقه كبيره من الملح. حطوا معلقه كبيره مليانه من الملح، معلقه صغيره من السكر، وربع كوبايه من الخل. بعد ما نحط عليها المكونات دي هنحط عليها فص من الثوم، ونحط عليهم ميه سخنه. وبعد كده هنقفل البرطمان ونسيبه لمدة نص ساعة. بعد النص ساعة هتلاقوا الخيار اتخلل وبقى جاهز، وتعرفوا تاكلوا منه زي ما انتوا عايزين. اسرع طريقة لعمل الخيار المخلل في البيت. زي ما قلت لكم، لو عايزينه اصغر من، لو عايزينه يتخلل اسرع من كده في اقل من نص ساعة، قطعوه اصغر من كده. وبس كده، وهيكون جاهز معاكم واحلى خيار مخلل. بصوا هوريكم شكله دلوقتي. بس كده لونه اتغير وبقى تمام. ممكن تحطوه بقى في التلاجة وتستخدموه، هيبقى حلو قوي معاكم. بس اهم حاجة ما تطولوش عليه عشان برضو الخيار ما يتهريش. جربوه وقولولي ايه رأيكم في الكومنتات، ولو بتعجبكم وصفاتي ما تنسوش تعملوا لي لايك وفولو وشير وحركة الاكسبلور. لازم تجربوه. يلا باي باي.